بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك امبارح لعب هو الاتحاد، والحقيقه ماتش يعني ما كانش له طعم ولا له لون ولا له رائحه. ماتش ضعيف، ماتش ما فيش فرص كتيره، ماتش اغلبه في وسط الملعب، ماتش فنيا ماتش مش ماتش كوره ممتع. لكن الزمالك الحقيقه بيعلن بشكل واضح ان هو مش جاي معانا الموسم ده. يعني ايه؟ بالنسبه للاهلي وبيراميدز يروحوا يشوفوا حياتهم كده وينافسوا بعض عشان انا مش فاضي، عندي انتخابات. الزمالك عنده انتخابات في نهايه الموسم، وبالتالي مجلس الاداره والزملكاويه واللاعبين القدامى الحقيقه متفرغين لان هم ينافسوا بعض. مين بقى غلط مين صح؟ جون ادوارد كان المفروض يكمل، جون ادوارد لا المفروض يمشي. طب مين يجي مكانه؟ طب اللاعب الفلاني ده يتباع؟ طب بزيرة هنعمل فيه ايه؟ طب بزيرة هنبيعه الامارات؟ لا بزيرة هنجبره، بزيرة هنرفع عليه قضيه. كله هيقعد يزايد على كله علشان ده موسم انتخابات، والحقيقه الزمالك وجمهور الزمالك هو الضحيه. ف يعني متوقع هذا الموسم انه الزمالك مش موجود في المنافسه، مش هنشوف الزمالك لا في دوري ابطال افريقيا بيلعب بشكل جيد ولا في الدوري العام بيلعب بشكل جيد. بس هنشوف الزملكاويه وهنسمع يعني صوت عالي جدا من الناس اللي هم بيدعوا حب الزمالك وبيدعوا الانتماء للزمالك، من اللاعبين القدامى ومن الشخصيات العامه ومن الناس اللي بتنافس بعض على الانتخابات وعلى المصالح. هنسمعهم بينافسوا بعض الحقيقه وبيصرخوا في الاعلام على انه الزمالك مظلوم، الزمالك مفيش حد بيساعده، الزمالك في اخطاء اداريه. انتوا سبب مشاكل الزمالك، وربنا يعفي الزمالك منكم الحقيقه كلكم على بعض، بما فيكم اللعيبه القدامى اللي بيحاولوا ياكلوا عيش على جثه نادي الزمالك وعلى معاناه نادي الزمالك. ده بالنسبه للزمالك، وهو الزمالك الكلام عليه الموسم ده في الدوري هيبقى كلام كله شبه كده، مش كلام في الكوره لانه ما عندهمش كوره الحقيقه، هم عندهم انتخابات. الجزء الثاني الحقيقه النهارده كان ماتش بيراميدز والمحله، وبيراميدز بيعلن ان هو السنه دي ما بيهزرش والسنه دي جاي للمنافسه. وانا اعتقد ان ده تهديد شديد اللهجه للاهلي، على الاهلي ان يتعامل معه بحذر، وعلى الاهلي ان يتعامل معه بكثير من الجديه. واعتقد انه الاهلي بلاش يبص على الزمالك السنه دي، يعني الزمالك في الشلاحات، ما تشغلش بالك بالزمالك وهو مش هينافسك، اللي هينافسك بيراميدز. فانت لازم تبقى يقظ جدا لبيراميدز مش للزمالك. الزمالك يعني مش هيعرف ينافس انبي السنه دي، مش الاهلي او بيراميدز، مش هيعرف ينافس حد. الزمالك لو ربنا كرمه بقى من الست سبع فرق اللي في الدور الثاني بيلعبوا مع بعض، ده هيبقى كرم شديد جدا من ربنا وغريب على نادي الزمالك، لان الزمالك هيهزم كثيرا ويتعادل كثيرا وهيغير اجهزه فنيه، ويعني حالته هتبقى حاجه صعبه جدا جدا، وده باين من الاول. فالاهلي المفروض ما يشغلش باله خالص بالزمالك. الخطر الحقيقي على هذا الموسم في الدوري العام من بيراميدز، وبيراميدز الحقيقه النهارده ماتش بيراميدز والمحله. بيراميدز عنده لعيبه تقيله جدا، ده سكواد عالي، عنده ناس بتنزل من على الدكه تحط جوان زي ناصر ماهر. فانت عندك سكواد يقدر ينافس لغايه اخر لحظه، وعندك سكواد قوي وبيكسب المحله في المحله 3-0. ده مش سهل، ده مش سهل، يعني مش اي فرقه تقدر تروح لغايه المحله وتجيب 3 نقط، مش اي فرقه. وكمان تكسب بثلاثيه نظيفه، ده معناه انك انت قوي. وبالتالي انا بشوف انه المنافسه هتبقى بين بيراميدز والاهلي. بكره ماتش الاهلي هنشوف طبعا، واتمنى انه يعني جمهور مهتم قوي والسوشيال ميديا. امام عاشور هيجدد، وامام عاشور عايز يمشي. يا عم اللي يمشي يمشي، اللي يمشي. امام عاشور عايز يلعب، مش عايز يلعب خلاص، مش قضيه. المهم الفرقه كلها. انت النهارده جبت بدايل لامام عاشور، زيزو بيلعب مكان امام عاشور عادي جدا، وحط جون في برشلونه يعني.
فانت انا رايي الجمهور بتاع الاهلي لازم يركز على الفرقه، ما يركزش على الاخبار بتاعت امام عاشور هيجمد، هيجدد، هيمشي، هيروح، هيجي. امام عاشور يعمل اللي هو عايزه يعني. امام عاشور كده كده باقي في عقده سنتين، واذا احتاجوا المدير الفني ولقى مردوده في الملعب جيد هيستعين بيه، اذا ما احتاجوش هيبقى سايبه على الدكه عادي جدا يعني. فانت هتتدرب وهتلعب وهتفيد الفرقه، هتلعب. مش هتتدرب ومش مش هتهتم وشاغل دماغك بحاجات، اقعد دكه يا حبيبي. والاهلي الحقيقه يعني ما بيوقفش على لاعب. فانت يعني نصيحه الجمهور الاهلي ما تمشوش ورا الاخبار دي، لان الاخبار دي معطله. خلاص الموسم بدا، امام هيجدد مش هيجدد، الموسم بدا. امام موجود مش موجود، الموسم بدا. احنا محتاجين فرقه تكون بتلعب بشكل جماعي، وبتبقى عايزه تفرح جماهيرها، ما تعملش السنه اللي فاتت نجوم بقى على الفاضي يعني. ده اللي احنا عايزين نشوفه، وانا اعتقد ان احنا هنشوفه هذا الموسم، واشوف انه الاهلي مباراه بكره مش سهله، لكنه الاهلي قادر على الفوز، وهنشوف الماتش وهنتكلم عنه ان شاء الله بكره. شكرا جدا لكم.